كتير بيسألوا ايه هو الورنيش المائي وبيستخدم في ايه. في فيديو النهارده ان شاء الله هرد لكم على معظم الاسئله اللي بتشغل بالكم عن الورنيش المائي بيستخدم في ايه، ازاي نخففه، ايه الحمايه اللي بيعملها، وينفع على الاسطح ايه بالظبط. خليكم معايا لاخر الفيديو ان شاء الله، هرد على كل الاسئله تباعا. انا مسجله الاسئله اللي ممكن تكون بتخطر على بال كتير منكم علشان خاطر اجاوب عليها، ويا رب الفيديو يكون مفيد ليكم. لو اول مره تشوفوا القناه متنسوش تشتركوا ويفعلوا زر الجرس ولايك بقى علشان الفيديو يوصل لناس كتير. يلا بينا نبدا، يلا بينا. اول حاجه هنعرفها ايه هو الورنيش المائي او الورنيش الاكريليك. الورنيش الاكريليك ده هو عباره عن ورنيش الوسيط بتاعه مائي. يعني ايه وسيط بتاعه مائي؟ يعني بيخفف بالماء، بيخفف بالماء. ممكن يستخدم زي ما هو كده من العلبة على طول، وممكن ان احنا نخففه بالماء. النسبة دي بقى احنا اللي بنحددها حسب الشغل اللي احنا عايزينه. عايزين طبقة الحماية قوية او هندي مثلا نخففه شوية وندي منه كذا طبقة على حسب برضو الحاجة اللي احنا بنستخدمها. الشكل بتاعه بيبقى كده لو انتوا شايفين اهو. هو طبعا اكمن هو ابيض والعلبة لونها ابيض فمش باين الورنيش من العلبة، بس يعني لو عملت كده ده شكل الورنيش اهو. تمام. نتكلم بقى هو بيستخدم في ايه. انا ممكن استخدم الورنيش ده زي السيلر في بعض الاحيان. يعني لو عايزة اعمل مشغولة واعمل لها الحماية بتاعتها او على الاقل ادي طبقة تسد المسام، فممكن استخدم الورنيش المائي. هوريكم قطعة كده. لو عندي قطعة من الخشب وعايزة اديها مثلا طبقة بحيث ان هي تسد المسام، والخشب اللي معايا ما يمتصش الالوان اللي هستخدمها عليه، ممكن ادي طبقة من الورنيش المائي او السيلر. هو طبعا الافضل السيلر. احنا هنتكلم على البدائل. احنا دلوقتي لو معايا ورنيش مائي ممكن ادي الشغل طبقة قبل ما اشتغل عليها علشان خاطر يسد المسام معايا، ممكن. بس لازم طبعا بعد ما ادي الطبقة دي لازم اورنش السطح كويس جدا عشان خاطر يتقبل الالوان او يتقبل المواد اللي انا هحطها عليه بعد كده. دي حاجة. ممكن استخدمه في الفينش بتاع الشغل. بعد ما اخلص ادي طبقة كده فهيديني لمعة. شايفين في لمعة معايا في القطعة المشغولة اللي معايا. يبقى احنا هنا بنستخدمه في الحماية. طيب هرد كده على شوية من الاسئلة اللي بتشغل بالكم كتير. طبعا انا ممكن استخدمه في صناعة الالوان، بس انا بفضل ان احنا لما نستخدمه في صناعة الالوان الاكريليك ان احنا نحط معاه بلاستيك ابيض يكون نصف لمعة علشان يدينا نتيجة كويسة جدا. يعني يبقى اللون بتاعي لون قوي. ممكن كمان استخدمه في صناعة الالوان لو ضفت الاكاسيد اللونية اللي هي الترابية. يعني لو ضفت الاكاسيد دي والزنك او السبداج وحطيت معاهم الورنيش ده، ممكن برضو اعمل بيه نوع من الالوان. ينفع اضيفه للدهان المط. ينفع اضيفه للدهان المط عشان يدي لمعة. ممكن ان انا اضيفه للدهان المط عشان يدي لمعة. بس ليه؟ وانا ممكن من البداية اشتري اصلا الدهان يكون نصف لامع، بدل ما اشتري ده واشتري ده ممكن اشتري اللي هو نصف لامع وهيكون افضل. انما لو انا اوريدي الحيطة عندي او المكان او الحاجة عندي مدهونة بدهان مط، ممكن ادي عليها طبقة حماية علشان تدي حماية وعلشان كمان تدي لمعة. فوارد ان احنا او ينفع ان احنا نعمل الشغل ده. طيب لو عندي منتجات حديدية ينفع ان انا اطليها بالورنيش المائي. كل حاجة يا جماعة ولها حاجة. يعني الحديد عموما لما بنيجي نشتغل عليه لازم تديله، طبعا ان الحديد بيصدي، فلازم بنديله طبقة من البرايمر عشان خاطر يمنع اولا الصدى او يعزل السطح بتاعي. وبعد كده بديله الطلاء المناسب ليه. الطلاء المناسب للحديد غالبا بيكون الطلاء اللي هو اللاكيه او الدوكو. تمام. كمان الحاجات دي في الغالب بتترش او ممكن يخش كمان الفرن ياخد دهان فرن. فالحاجات دي لما اجي اعزلها هعزلها بايه او هديها سطح حمايه. هديله حمايه بايه؟ هديله بالورنيش الدوكو او الورنيش اللي يسمى يعني باللكر. طيب ينفع استخدم الورنيش المائي على الاسمنت وعلى الجبس. ينفع ان انا استخدمه لان ده
هيعمل معايا طبقة حماية كويسة. طيب لو انا عندي مثلا بعمل زي ما شفتوا، كنت عاملة لوحة ديكوباج ومعجون بارز، ممكن ان انا اعمل لها حماية بايه علشان خاطر تبقى قوية. هنقول ينفع ان احنا نعمل لها حماية بالورنيش اللي هو المائي، ينفع، ولكن انا عن نفسي بفضل ان انا اعمل الحماية بورنيش الدوكو. ورنيش الدوكو بقى لو انتوا عايزين تعملوا منه، في منه مط وفي منه لامع. المط طبعا كل حاجة بتبقى على حسب الشغل اللي انتوا بتعملوه، هل انتوا عايزين الشغل يكون فيه لمعة ولا مش عايزين السطح يكون مثلا مطفي. يعني لو شفنا ورا معايا هنا في الخلفية معايا منظم، المنظم ده فرعوني، فالحاجة القديمة مش هينفع ان انا اديها لمعة، فعلشان كده هستخدم معاها مثلا ورنيش يكون ورنيش مط. طيب لو في حاجة انا محتاجة ان هي يكون فيها لمعة، فلا هستخدم معاها الورنيش اللامع. في فيديو هسيبه لكم في الاي او في الوصف ان شاء الله عن انواع الورنيشات. طيب في نوع اسمه الورنيش السبراي. السبراي ده بيكون نوعه ايه؟ الورنيش ده بيكون دوكو، في منه في سبراي دوكو وفي سبراي بيكون اكريليك. استخدموه اللي تحبوه. طبعا الفرق بقى بين ده وبين ده طبعا نوع المشغوله، يعني ما ينفعش حاجه تكون زي مثلا ماده زي الفوم او حاجه وارش عليها سبراي دوكو، لان ده هياكلها تماما. الورنيشات دي بتتباع منها اللي هو السبراي. هل السبراي الدوكو ده بيتباع منه في عبوات تاني ولا هو كله سبراي؟ لا، احنا ممكن نجيب الورنيش الدوكو ونخفه احنا بالتنر، والتنر ده غالبا انا بستخدم نوع اسمه الدبابه، بنخفه بالتنر ده عشان هو المذيب اللي بينفع ان هو يشتغل معايا. في انواع تانية من التنر بتكون رديئه فبتبوظ الشغل بتاعنا، فما تبقوش جايبين الورنيش غالي وتبوظوا الشغل بنوع مختلف من التنر او نوع يؤدي لي يعني يبوظ الشغل بتاعنا. طبعا زي ما قلنا ان الورنيشات دي في منها مط وفي منها لامع وفي نصف لامع، فانتوا بتجيبوا النوع اللي انتوا محتاجينه. طيب لو عندي حاجة من القطع بتاعة المطبخ استخدم عليها ورنيش ايه؟ استخدم عليها الورنيش المائي ده. انا مش بفضل الورنيش المائي ده في الحاجات اللي هي بتستخدم بصفة مستمرة. احنا ممكن ندي بيه وجه على لوحة فنعزل اللوحة دي كويس، او ان احنا في اي مشغولة استخدام عليها بسيط فان احنا برضو نعزلها بيه، يدي طبقة حماية من العوامل الجوية، يحافظ على الالوان ويدي لمعة. انما لو هستخدم حاجة مثلا خشب في المطبخ او اي حاجة عايزة اعزلها، يبقى اعزلها بالورنيش الدوكو. انا بفضل الورنيش الدوكو. طيب ليه مش الورنيش الزجاجي؟ الورنيش الزجاجي بيعيش بجد وحلو جدا، بياخد وقت كتير شوية بالنسبة طبعا للدوكو في الجفاف، فبيقعد وقت كتير، وكمان لونه بيصفر وبيغمق الحاجة شوية يعني. فاحنا لو عايزين نحافظ على الدرجة اللونية بتاعة المنتج او بتاع القطعة بتاعتي، يبقى هستخدم الورنيش الدوكو. وانا عامله لكم اكتر من فيديو عن الحمايه، طبقه الحمايه دي على الالوان الاكريليك. عموما لو هتستخدموه على خشب بلونه او على اي منتج وعايزين تحافظوا على اللون بتاعه، فاستخدموا الورنيش الدوكو، سواء بقى انتوا عايزينه نصف لامع او عايزينه مط عايزينه لامع، ترجع لكم. طيب في بعض الناس بترسم على الحيطه ينفع يستخدموا الورنيش ده اللي هو الورنيش الاكريليك المائي، ينفع يستخدموه. ينفع يستخدموه بعد ما نخلص رسم. ادي الحيطه طبقه منه وهو مخفف ان شاء الله هيبقى عازل حلو جدا. اعتقد كده ان انا جاوبت على كتير من الاسئله اللي ممكن تكون بتشغلكم او بتفكروا فيها. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم. لو في اي اسئله اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش لايك بقى علشان الفيديو ناس كتير تشوفه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. مع السلامه.